حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. تعالوا بقى نشوف العظمة دي النهاردة اتعملت ازاي. النهاردة عملنا الكبسة بالفراخ. الكبسة معروفة انها كبسة سعودي، والكبسة اصلا بتتعمل على اللحم الضاني، بس المتاح عندك اعمليه مش هنقف. فالنهاردة عملناها على فراخ زي ما احنا شايفين كده، عظمة. تعالوا بقى نشوف الجمال ده هيتعمل ازاي. هنا انا معايا شوية خضار كده هقطعهم كده مكعبات صغيرة زي ما احنا شايفين كده. معايا بصل وفلفل حامي، فلفل رومي وفلفل حامي وطماطم. دول انا هقطعهم كده ايه، مكعبات زي ما احنا شايفين كده اهو. اول حاجه هنزل بحته سمنه زي ما احنا شايفين كده، مقطعينهم صغيرين. هنا معايا صينيه، طاسه، حله، اللي موجود عندك حطيه فيه شويه زيت ومعلقه سمنه زي ما احنا شايفين كده، واحده واحده كده مع بعضيها. الموضوع سهل وبسيط قوي. هندبل البصله معايا، مش هخليها تحمر قوي عشان انا مش عايزه ايه البصله تفقد طعمها. هبتدي اشوح فيها لحد ما تدبل شويه، وبعد كده هنزل بالفلفل الرومي والحامي. حابه تحطي فلفل الوان تمام يا ست الكل، بس انا اللي كان موجود عندي دلوقتي حطيت من ده. حابه كمان تحطي بشر جزر تمام، حابه تحطي جزر تمام، بسله تمام. نزلت بالطماطم معايا بس هتتسبك وبعدين هنزل ببقيه المقادير. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي. حطيت ماجي، مكعب ماجي، معايا بودرة الزعفران بتدي لون حلو قوي. معايا هنا رشة قرفة، لو عندك عيدان قرفة حطي. معايا 7 بهارات، معايا فلفل اسود ورشة سكر عشان الطماطم اللي انا حطيتها. وكمان هنزل بالملح، وخلي بالك الملح ما يكونش كتير عشان حاطه مكعب ماجي. ومعايا معلقة بابريكا، وكمان هنزل بنص معلقة كركم. حابة تحطي كاري تمام. هنا معايا جوز الطيب هبشر بشرة كده صغيرة. وزي ما اتفقنا، الحاجة اللي بتحبيها واسرتك بتحبها اعمليه. شوح بس كده البهارات مع الصلصة، وبعدين هنزل بالفراخ بتاعتي. دي واحدة لومي، انا ما بحبهاش كتير، ورق لوري يعني، انا في العموم ما بحبهاش، بس حطيتها كده بس تيست وطعم. زي ما احنا شايفين كده، دي الصلصة اتسبكت، ودي الايدام بتاعي ظهر، فكده تبقى اتسبكت معايا. هبتدي بقى انزل بالفراخ بتاعتي، هشوحها في قلب الخضار ده. انا مش هحط ميه غير لما الفراخ تستوي. زي ما احنا شايفين كده، هننزل بالفراخ كلها كده، هشوح فيها وكل شويه اقلب فيها علشان تتشرب من طعم الصوص اللي احنا عاملينه ده. انا ما حطيتش ليه ميه وسلقتها فيها علشان خاطر الفراخ بتاعتي ما تتهريش في الميه. انا عايزه الفرخه تستوي لكن تحتفظ بشخصيتها. كل اللي نزلت بيه نص كوبايه ميه بس علشان خاطر ما تتحرقش مني. تمام زي ما احنا شايفين كده، هي خلاص الفراخ بتاعتي استوت. هبتدي بقى اطلعها، ودول حبة المية اللي انا نزلت بيهم بس عشان خاطر الفراخ تستوي فيها. زي ما احنا شايفين كده الفرخة ما اتهرتش مني ولا اي حاجة. هبتدي بقى اطلعها في قلب الصينية عشان هدخلها تحت الشواية. هبتدي بقى انزل بالرز بتاعي الكمية المناسبة ليكي. حابة تحطي رز بسمتي حطي، بس احنا ملناش فيه قوي يعني. تمام انا كده هحط اهو الرز، هشوحه تشويحه كده في قلب الخضار بتاعه. وبعد كده هشوح الرز وهنزل بالمية السخنة من الكتل. انا غالية مية في الكتل، هنزل بيه على مقدار الرز بتاعي، واظبط المية علشان خاطر ما يطلعش مني معجن ولا يطلع مني ناشف. هنا بقى خلاص الرز اتشرب ميته. طبعا احنا مسوين الفراخ، فدي هتعتبر بديل الشوربة يعني. هنزل بقى ايه، هشيل بقى ان كان في حبهان، الورق الرولي، اي حاجه ملهاش لازمه عشان ما تجيش في بق اي حد هو فيه. وهقلب بقى الرز بتاعي واوطي عليه النار. هو كده كده النار واطي عليه كده. الرز بتاعي بصوا استوى مفلفل جميل. الرز بعد ما استوى مفلفل وخطير كده، خطير يعني بصراحه، وكان طعمه جميل قوي. حطي بقى الكميه اللي تعجبك.
هنا الفراخ انا شويت حطيتها تحت الشوايه، يعني تعتبر شويت تحت الشوايه زي ما احنا شايفين لونها جميله. والله العظيم كانت تحفه، وكانت مستويه ومش مهريه زي ما احنا شايفين. بقى حابه تحطي مكسرات، حابه تحطي بقى زبيب، اللي انت حابه تحطيه. لكن انا عندي في البيت محدش بيحب الحاجات دي. عايزه اوريكم الشكل بتاع الفراخ خطير، وكانت شاربه بقى من الصوص، كانت جميله. اكله سهله وكلها في حله واحده وخلاص، خلصت معايا كده زي ما احنا شايفين. انا كنت عامله اكل تاني، عملت سلطه، وعملت كمان باميه ويكا، عشان اللي ما بيحبش يعني ما يبقاش رز لوحده يعني، وكده حاجات تتغمس معايا. وعملت شوربه مكرونه علشان خاطر اللي هو بصوا الفراخ مستويه وزي الفل. وعملت كمان شوربه مكرونه علشان خاطر كان عندي ناس تعبانه وعندها برد وكده. ودي كانت وجبتنا النهارده، كانت سهله وبسيطه، وكانت كلها في حله واحده. جربيها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبك وتنول اعجابك. ما تنسيش الاشتراك في القناه والتعليق يا ست الكل اللي بيفرح قلبي، واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.